مش قادره اقول لكم ريحتها جميله ازاي، ريحتها تحفه، ريحتها تحفه، ماليه البيت وطعمها لذيذ جدا، الولاد هيحبوها قوي. بصوا عامله ازاي، دايبه خالص. بصوا. اهلا بيكم في مطبخ حاجه حلوه. لو اول مره تشوفونا اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل وصفاتنا الجديده. النهارده كده هنفرح ولادنا الصغيرين بحاجه حلوه كده سهله وسريعه ومفضله جدا بالنسبه لكل الاطفال، حتى الكبار برضو بيحبوها قوي. هنعمل النهارده مع بعض الكوكيز بمكونات سهله وبسيطه وكلها موجوده معانا في البيت. اول حاجه هيكون معانا كوبايه من الزبده، ومعانا كوبايه من السكر الباودر، 2 كوبايه من الدقيق، معانا معلقه صغيره من البيكنج باودر او ممكن تستبدلوها بالبيكنج صودا برضو معلقه صغيره، ومعانا نص كوبايه من الشوكليت شيبس زي ما انتم شايفين كده، بتجيبوها من عند بتاع مستلزمات الحلويات او برضو العطار احيانا بيبيعها. هيكون معانا برضو 2 بيضه، ومعانا باكت من الفانيليا. هي دي بس كل المكونات بتاعتنا. يلا بينا نبدأ عشان ما اطولش عليكم، ونبدأ في وصفتنا ونقول هننفذها ازاي. اول حاجة هنجيب كده بولة فاضية نضيفة وناشفة، وهنبدأ ان احنا ننزل فيها بالزبدة بتاعتنا. طبعا الكوكيز الاصلي بيتعمل بالزبدة، حابين تستبدلوا كوباية الزبدة دي بكوباية من السمنة برضو تنفع، وبرضو ممكن تبدلوها بكوباية من الزيت عشان تكون اقتصادية اكتر. برضو هيكون طعمها حلو وكل حاجة، وهتبقى خفيفة اخف من اللي بالزبدة، بس هو الكوكيز الاصلي بيتعمل بالزبدة عشان يبقى طعمه غني. لو عايزين اعمل لكم الكوكيز بتاع الافران اللي هو بيبقى بالزيت بيبقى اخف شوية من ده، اكتبوا لي في التعليقات واعملوا معاكم ان شاء الله. كده احنا نزلنا بكوبايه من الزبده. طبعا مهم جدا انها تكون بحراره المطبخ، ما تكونش متجمده في التلاجة عشان تكون سهله معانا في الضرب. وهننزل عليها بكوبايه السكر الباودر بتاعتنا، وهنبدا ان احنا نخلط كده الزبده بالسكر بمعلقه في الاول، بحيث ان احنا نطري الزبده عشان نقدر بعد كده ان احنا نستعمل المضرب يبقى سهل بالنسبه لنا. يعني الخطوه دي بتسهل علينا لما نضرب بالمضرب تبقى الموضوع اسهل شويه. اول ما الزبده تختلط بالسكر وتحسوها ان هي بقت طريه معاكم، هنبدا بقى في المرحله دي ان احنا نجيب المضرب بتاعنا ونستخدمه بدل المعلقه عشان نضرب الخليط ده كويس جدا بالمضرب. طبعا في الخطوه دي تقدروا تستبدلوا المضرب اليدوي بالمضرب الكهرباء، هيدي معاكم برضو نتيجه كويسه وهيكون اسرع. بصوا انا كده فضلت اضرب فيها لحد ما السكر والزبده امتزجوا ببعض خالص، وبصوا شايفين لونها بقى فاتح خالص والقوام بقى كريمي، شايفين شكلها بقى عامل ازاي. اول ما توصل للقوام ده هنبدا بقى نضيف البيض بتاعنا واحده واحده ونقلبها، ونبدأ ان احنا نخلط البيضة كده كويس زي ما انتم شايفين. اول ما البيضة الاولانية تختفي هحط التانية، وهنزل عليهم بالفانيليا بتاعتنا وهقلبهم بقى كويس. اول ما هنوصل للقوام ده كده والبيض هيكون اختفى خالص ملوش اي اثر اهو، العجينه بتاعتنا بقت ناعمه خالص. وهنبدا بقى نضيف كده الدقيق، هنحط اول كوبايه مره واحده، وهنبدا ان احنا بقى نعجن بايدينا عشان نوصل للقوام المطلوب. القوام بتاع الكوكيز بتبقى فيها تلزيقه بسيطه خالص. وبعد كده هبدا احط الكوبايه التانية، بس ما بنحطهاش كلها مره واحده، بنحط كده بالتدريج عشان ما يزيدش مننا. احنا هنا مش ان احنا بنعجن، احنا بس بنلم العجينه، يعني بس بنخلي الدقيق يختفي. طبعا انا هنا هحتاج الباقي من الدقيق عشان العجينه تظبط معايا. بعد ما نوصل للمرحله دي كده، بعد ما ضفنا الكوبايتين بتوع الدقيق، اول ما نوصل للمرحله دي كده احنا هنعمل ايه؟ قدامكم بقى حاجه من اتنين. لو انتوا عايزين تعملوا نص شوكولاته ونص ابيض، هتقسموا العجينه بالنص وهتضيفوا معلقتين دقيق للابيض ومعلقتين كاكاو للشوكولاته. لو حابين انكم تعملوها زي ما انا هعملها كده ان هي كلها تبقى بيضه، هتضيفوا 4 معالق تاني من الدقيق. تمام، انا اهو هضيف اول معلقتين من الدقيق وهقلبهم، وكده انا ضفت المعلقتين التانيين من الدقيق. شايفين بقى اول ما توصل للقوام ده اللي هي خلاص بقت بتلزق بسيط كده في ايديا، هبدا ان انا احط
معلقه صغيره من البيكنج باودر، تقدروا تستبدلوها بمعلقه صغيره من البيكنج صودا، بس انا ما بحبش قوي البيكنج صودا في المعجنات، بحب استخدم البيكنج باودر اكتر عشان بيرفع العجينه وبيخليها احلى. طبعا ما تقلقوش من ان هي بتلزق شويه كده، والطبيعي بتاع الكوكيز ان هو بيكون بيلزق، مش زي البسكوت. البسكوت بيبقى لامم نفسه من الايد، لا دي بتكون لما نفسها من الطبق، بس بتبقى بتلزق بسيط كده في الايد. كده تعرفوا ان العجينه بتاعتكم ناجحه. تقدروا تشكلوها بمعلقه لو حابين، وتقدروا تشكلوها بايديكم، الاريح بالنسبه لكم تقدروا تعملوه. لو خدت منها واحده كده زي ما اتفقنا، احنا قلنا هي بتلزق بسيط. بصوا هي ملزقه في ايدي بس اللي كنت بعجن بيها، لكن ايدي التانية هي ما بتمسكش فيها، فهي كده تبقى مظبوطه. تشكلوها بقى كور صغيره خالص عشان هي بتفرش في الفرن، وتضغطوا عليها ضغطه بسيطه كده بس من فوق كده. العجينه بتاعتنا ناجحه. هنجيب بقى الصاج بتاعنا ونشكلها مع بعض. بعد كده هنجيب بقى الصاج بتاعنا يكون مدهون بالزبده، او تفرشوا فيه ورق زبده زي ما انتوا حابين، المتاح بالنسبه لكم سواء كده او كده، بس عشان ما يلزقش من تحت. وهنبدا ان احنا نشكله كده كور صغيره قد الليمونه الصغنونه خالص، ونضغط عليها ضغطه كده بسيطه بايدينا، ونحط لها الشوكليت شيبس كده على الوش. دي افضل طريقه يعني لوضع الشوكليت. لو حبيتوا تحطوا بقى واحده واحده هتبقى ملل يعني زي ما انتوا عايزين. ممكن برضو نعمل كده، نكورها نضغط عليها ضغطه بسيطه ونحطها. اهم حاجه بس تسيبوا مسافات بينهم، بحيث ان كل واحده فيهم لما تفرش في السوا في الفرن ما تلزقش في التانية. بس طبعا دي بقى عايزه عايزه حد فاضي بقى يقعد يرص كده واحده واحده، لكن انتوا لو عملتوها ورحتوا عاملينها كده في الطبق اسهل. وبنضغط عليها ضغطه ونحطها في الشوكليت شيبس. طبعا بقى بتزودوا وتقللوا الشوكليت على حسب انتوا بتحبوا يعني على حسب انتوا حابين تعملوها ازاي، وزي ما انتوا عايزين اعملوها. هي بصوا مفيش اسهل من كده، تضغطوا عليها ضغطه كده بسيطه وتنزلوها في الشوكليت شيبس في الطبق اهو، وتضغطوا عليها كده ضغطه خفيفه خالص بحيث الشوكليت شيبس تلزق فيها. هكمل باقي الكميه وهرجع لكم تاني اوريكم عملت معانا قد ايه. ودي بقى كانت كل كمية الكوكيز بتاعتنا اللي عملناها اهي. عملت معايا ال3 قوالب دول. بصوا بالظبط عملت معايا 77 واحدة من الكوكيز. طبعا عدد كبير جدا، هيقعد معانا فترة كبيرة والولاد هيتبسطوا بيه جدا. هندخلها بقى الفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 120 رف اوسط لمدة 15 دقيقة بالظبط، وبعد كده هنرفعها تحت الشوايه لمده 3 دقايق ونطلعه. خليكم معانا وهوريهولكم اول ما يطلع من الفرن. وده كان شكل الكوكيز بتاعتنا اول ما خرجت من الفرن. شايفين شكلها حلو ازاي؟ بصوا هي بتتكلم عن نفسها. بصوا اول طبعا ما بتوصل للون الذهبي ده من تحت بنحطها تحت الشوايه لمده 3 دقايق بالظبط، بتاخد اللون الذهبي الحلو ده من فوق زي ما انتوا شايفين كده. مش قادره اقول لكم ريحتها جميله ازاي، ريحتها تحفه، ريحتها تحفه ماليه البيت، وطعمها لذيذ جدا. الولاد هيحبوها قوي. بصوا عامله ازاي دايبه خالص. بصوا ودي كانت وصفتنا النهارده للكوكيز. يا رب تكون عجبتكم. لو الفيديو عجبكم اشتركوا في القناه ودوسوا لايك وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل وصفاتنا الجديده. بالهنا والشفا.